السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده ووصفه جديده من قناه لقمه هنيه. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشويه، ومش اي فراخ مشويه، دي مشويه على برطمان. طبعا انتم مستغربين، بس هتجربوه وهتدعولي. وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا حابه ان انا اسلق الفرخه نص سلقه، يعني لان انا شكاكه خايفه ان هي ما تستويش قوي في الفرن، فانا حابه ان انا اسلقها نص سلقه عشان خاطر اكون مطمنه ان هي استوت كويس. انا دلوقتي هبدا ان انا اسلق الفراخ. حطيت ميه وبصلايه ومرقتين ماجي واحط فلفل اسود وملح، وهبدأ ان انا اسيب المية تغلي. وبعد ما المية تغلي هنزل بالفرخة اسيبها تستوي نص سوا، يعني ما تكونش مستوية قوي ولا اللي هي نية قوي. وحطيت ورق لورا وحبهان، 2 ورق لورا و3 حبهان. انا بفتح الحبهان، بحب، في ناس بتحطه كده صحيح، في ناس بتحب اللي هي تفتحه فتحة بسيطة كده. انا بحب افتحه، بحس ان يعني طعمه بيظهر اكتر. وانا من الناس اصلا اللي بتحب طعم الحبهان في الاكل، مع ان نادر جدا تلاقي ناس اصلا بتحب طعم الحبهان في الاكل، بس انا بالذات في الشوربه، في الفراخ، في اي حاجه بحس ان طعم الحبهان بيديلها طعم كويس جدا. عقبال ما المية تغلي ونسلق الفرخة، حابة اتكلم معاكم على فيديو شفته على التيم لاين من يومين بالظبط. لشابين كانوا مشغلين اغاني وماشيين بالعربية ويشاء القدر ان هم يعملوا حادثة وصوت انفاسهم وهي روحهم بتطلع. او في ناس قالت ان هم توفوا، في ناس قالت ان هم لأ، بس يعني يا ربي ما يكونوش توفوا وربنا يكون اداهم فرصة تانية. بتبقى حاجة وحشة لما حد يموت هو بيعمل ذنب، فيا رب يحسن ختامنا كلنا جميعا. ويا ريت بإذن الله بإذن الله بإذن الله نلتقي جميعا في الجنة. أنا دلوقتي بدأت أقطع يعني بصلتين، معلش إن أنا سكت، وحطيت 3 طماط في الكبة، وهحط قطيتين صغيرين كده برضو في الكبة، وهحط ورق لورا وحبهان، وهحط مرقة دجاج، وهبدأ إن أنا يعني أفرمهم كلهم مع بعض كده. ما تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة. وانا هنا دلوقتي بعد ما فرمت الحاجة، هبدأ ان انا بقى احطهم في الطبق هنا. انا دلوقتي الفراخ لسه على النار، لسه بتستوي، بتتسلق كده نص سلقة. وبرضو شفت بوست تاني على التيم لاين لبنت قتلت مامتها عشان خاطر حبيبها فبجد بجد احنا يعني دي علامات يوم القيامة، فربنا يرحمنا جميعا ويغفر لنا جميعا ويهدينا وإن شاء الله خير. يا ريت يعني الواحد عمره ممكن يروح في ثانية ممكن في ثانية تبقى انت واقف على رجلك، فجأة متعرفش تقف على رجلك تاني بدون أسباب. أنا حطيت توم بودرة وبصل بودرة وفلفل أسود، وهبدأ إن أنا أقلب وشوية ملح. معذرة إن أنا يعني صوتي بس رايح شوية وبسكت شوية، بس يعني تعبانة شوية. انا هنا كنت نسيت احط البابريكا فحطيتها تاني وقلت اوريكم. هنا بقى كانت الفرخة اهي استوت نص سلقة كده، مش مستوية قوي. هبدأ ان انا افتحها كده من كل حتة، بحيث ان هي ايه تاخد الطعم كلها. هبدأ ان انا اقطعها بالسكينة من من كل حتة، من الجناب ومن اي حتة، تقطيع بسيط بس. انا جيت من عند الظهر وفتحتها جامد من غير ما اقصد، لان السكينة حامية بتسرح. هنا انا بدأت بقى ان انا احط كل التتبيلة في الفرخة من جوه ومن كل حتة. وهبدأ ان انا حتى ان انا احط مطرح ما قطعت كده،
هبدأ ان انا برضو احط التتبيلة من جواها. هرجع افكركم تاني، لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة. نرجع لموضوعنا تاني. الواحد عمره بيروح في لحظة، الدنيا ما تستاهلش، ما فيش حاجة تستاهل. ممكن في لحظة ما تبقاش موجود. يعني بتمنى كلنا نعمل اخرتنا ونفوق، لان للاسف بقى في حاجات كتير مش كويسة واللي بنشوفه كتير على النت والسوشيال ميديا اصلا بقت كلها حاجات غريبة. الواحد اصلا ما بيصدقهاش هو ده بجد. فربنا يرحمنا جميعا ويغفر لنا ويحسن ختامنا جميعا بإذن الله. الدنيا هي حياة مؤقتة لبداية حياة أخرى، فأنت اللي بتختار بقى إنك تعيش حياتك الصح مع ربنا ورضا ربنا بعد الموت، ولا إنك تعيش متعذب. ربنا يا رب يحسن ختمنا جميعا. انا هنا جبت كيس صلصة وهبدأ ان انا افضيه كله عشان احطه على الوش عشان الوش يتحمر بتاع الفرخة. جبت كيس الصلصة، هحط شوية زيت وهقلب كويس. وبعد كده هبدأ ان انا ادهن الفرخة بيه. انا هقعد افكركم كل شويه، لو ما اشتركتوش في القناه بتمنى تشتركوا في القناه، وما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هنا بدأت ان انا يعني اقلب زي ما انتم شايفين. حسيت ان هي محتاجه زيت تاني، حطيت زيت تاني. هو بس ما نكترش في الزيت قوي، هو بس اللي هي تبقى صيصه شويه. هنا بقى انا جبت البرطمان، حطيت فيه ميه يعني مغليه او اللي هي ميه سخنه، وهبدا ان انا انزل عليه ببصلايه وطماطمايه وفصين توم، فص توم كده اسماه نصين، وهحط فلفل اسود. جربوها بالطريقه دي، صدقوني بيبقى طعمها حلو جدا. الطعم بيبقى جميل. وبقى يا ريت بقى بعد مثلا ما الفرخه تستوي كده ايه، يبقى في فحمية تولعوها تدي طعم الشوي ده بيكون روعة. انا هنا هنزل بقى بالفرخة زي ما انتوا شايفين، هحطها على البرطمان، احاول اثبتها عليه. الفرخة هنا كانت الورك قطم مني شوية، بس مش مهم. هنا بقى ان انا اجيب الصلصة، هبدأ ان انا اجيب الصلصة واعمل الفرخة بالصلصة. وهقعد افكركم كل شويه، لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه. انا عارفه ان انتوا زهقتوا مني، بس انا هفضل افكركم. ويا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا لي ايه رايكم، وهستنى رايكم في التعليقات. وتاني ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بقى بعد ما الفرخه استوت، ما اقدرش اقول لكم بجد الطعم رهيب، الطعم جميل جدا. الفرخه مستويه كويس جدا، لدرجة ان هي حتى من كتر ما هي مستوية بتتقطع بسهولة. هي لوحدها اصلا بتتقطع من مجرد ما تلمسها، من كتر ما هي مستوية. جربوها، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم. شكرا لكم.